الكلمتين متاع اليوم موجهين للبنات ما بين 17 و 25 سنة. عسلامة، حكاية جديدة في هو وهي، وحكاية اليوم من عن طفلة في عمر 24 سنة. تقول في حكايتها: عليا تعرفت عليه في بريود خايبة، كنت دوبلت، صحتي تقلقت، نعيش في فيد، وهو دخل في حياتي كما أغلب البنات على السوشيال ميديا. ملي بدينا نحكي لقيت عبد بحبوح فدليك يسر يعرف يحكي مليلي نهاري 3 سيمين كاملين واحنا نحكي ونضحكوا ونفدلكوا، والكورانت عدى. انا في ولايه هو في ولايه، وقررنا باش نتقابلوا. من نهار اللي تقابلنا انا امبرسيوني، يسر محلاه، يسر مفخم، يسر عنده ريشه، يسر كاريزماتيك. لكن فما حاجات كانت بيزار، ومن نهار الاولاني اللي تقابلنا فيه يعني شدت اليد في اول ديت بيزار شويه. احنا خارجين من غير حتى سبب، هكاك حملني على الامبروفيست، وانا مانيش من البنات اللي نكون تكتيل من اول مره. فما حاجات كان فيهم ألاز اكثر من لازم، طريقه الكلام، طريقه التصرف معايا، كانت فما حاجه سافا با. لكن كانت فما برشا حاجات هكا نسيتني في الحاجات هذوما. الهوى، ريستو مزيان، كادوات، ديت ورا ديت، كل مرة يوقف لي مخي ونعدي معاه وقت حلو ونضحك ونفدلك ونعمل جو. بعد شوية وقت قال لي نخرجوا في ويكاند ونبيتوا لبرا. قلت له انا مانيش من النوع اللي نبات في بلاصه ابار دارنا. حسيته تقلق، سكت، بقينا نحكي. رجعت انا بطبيعه كل واحد في ولايه متاعو، رجعنا نحكي. ومره طلب مني فلوس. سي نورمال، تخسر عادي، يعلم ربي كيفاش لمتهم الفلوس هذوكم، مي كوميم تخسر ما ديتهم. من نهار هذاك يا علي فص ملح وذاب، فقت على وضعي. فهمت اللي في اقل من شهرين ضحك عليا، مليلي حياتي دخل في الروتين متاع نهاري، وفجأة بلوكاني ومشى على روحه. علاش نوعية من الأولاد تدخل في حياة الطفلة تدخلها بعضها وفجأة يمشي؟ علاش؟ الحقيقة حكاية اليوم وسؤالك علاش قررت باش نحكيها على خاطر باش نجاوب عشرات، باش ما نقولش مئات الحكايات اللي جاتني وهكا تندرج في نفس التيماتيك. من عمر 17 لعمر 25 سنة لازمنا نكونوا متفاهمين انه اج سنسيبل، والعمر هذاك العلاقات اللي تدخل في حياتنا غالبا نتعلموا منها. ايش معناتها نتعلموا منها؟ نوليو نقيسوا. وهو انت يا مولات الحكايه، نعرف ان انت تتفرج، كان عندك البريسونتيمون من نهار الاولاني، من الديت الاولاني، حسيت اللي فما حاجه سافا با، ماهوش معقول. الشخص من اول ديت، من اول نهار يتقابلك فيه، يحاول باش يشدك من يدك ويحاول باش يحملك،
وكنت حسيت اللي ماهيش حاجة عادية. سوف كو واحد القلق اللي تحس فيه والمود اللي ماهيش أحسن حاجة خليتك تشيخ على اللهوة متاعو. اثنين الكلام والكادوات والفازات اللي عملهم خليوك تعمل عين، واحنا عاد البنات منا طيارة في الحكاية ذي، نعملوا عين رات وعين ما راتش. سوف كو من العمر 17 لعمر 25 راهو مش كل علاقة تدخل فيها راك باش تكمل فيها. نوعية العلاقات هذية هي اللي باش تربيك، هي اللي باش تعلمك، هي اللي باش تولي تقيس بها. المشكلة في أغلبية البنات إنك تختار إنك ما تسمعش روحك. المشكل إنه النساء الكل عندها البريسنتيمون هذيك، سوف كي تقرر إنها ما تسمعش. سوف كي في العمر هذيك بالذات أحسن عمر باش تعرف فيه شنو تحب، شنو ما تحبش، شنو تستنى من الراجل، شنو ما تستناش، تفهم فيه روحك، تفهم لي ليميت متاعك، تفهم الحاجات اللي تساعدك في العلاقة. والقوة وين؟ انه اغلب النساء في العمر هذاك عندها البريسنتيمون، سوف كو هي تختار باش ما تراش. لا يا سيدي، من عمر 17 ل 25 سنة اسمع قلبك واسمع مخك واسمع احساسك واسمع روحك، ومش لازم تكون امبرسيوني بالفوفعة اللي تصير قدامك. لا، خاطر وليت فما مشكلة كبيرة متاع تقدير لروحك الساعة. فانا سيتواسيون تحب تحط روحك، وتقدير العلاقة ككل. انت ترى فيها العلاقة من نهار الاولاني فما حاجة سافا با وتختار باش تكمل. علاش؟ على خاطر وقتك فارغ، على خاطر مودك خايب، على خاطر عندك اشاك في حاجة معينة. سوف كو هذاك ما تمليهش علاقة، مستحيل. نتعلموا نملي وقتنا، نبنيو كاريرنا، نعملوا حاجات باسيونانت نحبوها، نتعرفوا على ناس جدد، لكن تقعد ديما ساقينا في القاع. وكل ما تحس روحك فما حاجة سبب با شد الفران، ما تكملش. علاش يا عالية؟ السؤال اللي ديما يتسألي. علاش؟ خاطر لازمك تتعلم. العلاقة ذيك باش تدخل في حياتك باش تعلمك على روحك، على الناس، وعلى العلاقات بصفة عامة. تيحة صغيرة وتقوم منها وتقدم. هذا رأيي، وانت دليلك انك كانت هذه هو وهي، والحديث بقي.